السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود من قناه بلانر ادكت، والنهارده فيديو جديد او بمعنى اصح سلسله فيديوهات جديده عن ازاي نعمل الجانك جورنال من الالف للياء. يعني ايه جانك جورنال وهنعمله ازاي وايه الادوات اللي هنستخدمها؟ كل المعلومات دي هنعرفها في سلسله الفيديوهات دي. النهارده هوريكم المنتج النهائي، والفيديوهات اللي بعد كده هنوريكم ازاي عملناه جزء جزء. اول حاجه خالص ده الجانك جورنال اللي عملته، انا عملته بثيم هوجورتس. الناس اللي بتتفرج على هاري بوترز ومتابعاه وبتحبه هتبقى هيعجبها قوي السلسله دي. انا من محبي وفان هاري بوتر، فعشان كده عملت الثيم بتاع الجانك جورنال بتاعي لهوجورتس، فاتمنى ان هو يعجبكم. الناس اللي اول مره تشرفني على القناه، اهلا وسهلا بيكم. يا ريت ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك، وكمان فعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نشوف الجانك جورنال. في البدايه الجانك جورنال هو بيتعمل من بواقي الورق اللي عندنا، بواقي القماش اللي عندنا، حاجه بنقدر نصنعها كليا من الالف للياء ببواقي الحاجات اللي عندنا. كل ده كان كرتون قديم وهوريكم ازاي عملته. ده بقيه قماشه قديمه عندي استغلتها علشان اعمل زي دفتر او مجموعه من الورق بالشكل ده كده، اقدر ان انا اكتب فيها، اجمع صور تحفظ لي ذكرياتي وهكذا. انا غرضي من المنتج ده بصراحه عمل فني لا اكتر ولا اقل، لكن انتوا تقدروا تستخدموه في حاجات تانية كتير. يعني ممكن تعملوا نفس الديزاين بس بورق ابيض ساده او ورق كريمي ساده، وتستخدموه انكم تكتبوا فيه، تعملوه البوم صور ليكوا انتوا واصحابكم او انتوا وعيلتكم، انتي وجوزك وولادك وهكذا. يعني نقدر نستخدمه استخدامات كتير قوي قوي قوي. انا حبيت اعمله لمجرد العمل الفني، فاللي حابب يعمله كده معايا هنشوف كل الحاجات اللي عملناها. ده الشكل النهائي من غير ما احط فيه الارت جورنال بتاع هاري بوتر. يعني هوريكم بعد كده ازاي بعمل فيه الارت جورنال، بس حبيت اقسمهم مجموعتين من الفيديو الاولاني او مجموعه الفيديوهات الاولانيه تكون عن ازاي اصلا عملت الجسم الخارجي، ازاي عملت الورق، ازاي عتقت، ده كان ورق ابيض ازاي عتقته، ازاي عملت الجيوب، ازاي عملت حاجات زي كده بتتفتح، الاظرف، كل الحاجات دي، ازاي حطيت مجموعات مختلفه من الورق، ازاي اصلا عملت تجميعة الورق دي علشان تبقى في 3 أو 4 كشاكيل كده منفصلة زي ما احنا شايفين، وازاي خيطناها، ازاي عملنا الكفر، ازاي قفلناه لزقناه، ازاي عملنا بوك مارك زي ده كده نقدر نحفظ بيه مكان الورق. كل الحاجات دي هنعرفها في الفيديوهات اللي جايه. مش عايزه اطول عليكم في الفيديو ده، يا رب يكون الموضوع عجبكم وشدتكم، ونشوف مع بعض ازاي عملناه في الفيديوهات اللي جايه. يلا بينا.